فلوكا صفحة اونلاين اكسسوارز ستور. انا كان عندي شغف، يعني كنت غريب شوية، كان عندي شغف بأي حاجة هاند ميد. ايه جاهزين؟ بي تي اس توكس بودكاست مع عمر ملاك. عامل ايه يا عمر؟ الحمد لله والله كله تمام. عارف انك الحمد لله. قول لي عامل ايه؟ فلوكا صفحة اونلاين. فلوك عاجبني قوي موضوع فلوك. صفحة اونلاين اكسسوارز ستور كده. الحمد لله محققين نجاحات حلوة في الفترة الأخيرة. بنتكلم في أكتر من 10,000 عميل اتعاملنا معاهم في آخر شهرين، فالحمد لله أخدينها سلمة سلمة يعني. بص، احنا فلوكة معناها ان احنا في البحر، فاحنا قاعدين وفي نص المية وهنسترسل بقى مع بعض، هنفرد إيش الحكاية. معاك؟ انا عايز اعرف الحكاية من اولها. اصل الحكاية دي مش النهارده ولا امبارح، ده بقالها سنين. سيبك بقى من بقالها قد ايه، انا عايز اعرف بدايتها ايه. ده انت كنت بتشتغل حتى قبل النهارده وقبل الحاجات الجاهزه، انت كنت بتعمل بايدك. انت كنت شاطر قوي. عايز اعرفها دي ايه بقى. أنا كان عندي شغف، يعني كنت غريب شوية، كان عندي شغف بأي حاجة هاند ميد. سجاد، أقعد أبص، نول، جبت عملت نول قبل كده، كروشيه جربت أتعلمه. فأنا كولد كانت اهتماماتي غريبة شوية في الهاند ميد. كنت بعمل مجسمات كده بالخشب والغيره الابيض وكده، واعمل عليها زي صلصال حراري والكلام ده. فبدات ادخل محلات الخرز، اللي انا حاجه في الديكوريشن مثلا بعمل مجسمات، فبحط الخرز في الحاجات. ومن هنا بدات اللي انا طب ليه ما اعملش بريسلت، وهي الاسهل اصلا يعني ثانية الاسهل بس، ده ما كانش زمان مشهورة بالشكل ده قوي. ده كان زمان اللي بيلبسها دول العيال الجامدة اللي ايوه وكان زمان جامد فحت بقى وكده فده الاسهل اصلا، ودست فيها شويه ولقيت الموضوع يعني شغفي جابني كده. كان الموضوع بدأ يقلب بيزنس شوية، الناس تطلب مني وكده، فبدأت أدوس فيها. بدأت الحكاية من امتى بقى؟ عشان واضح ان احنا بقالنا كتير قوي في احنا الحكاية دي. بنتكلم من وانا تقريبا 13 سنة، يعني بنتكلم أكثر من 10 سنين، أو فعليا ممكن تبقى 10 سنين. بس من قبلها وأنا كده كده بحثر في أي حاجة فيها هاند ميد، بهتم بيها. طيب، احنا كنا بنتكلم ان انت شاب غريب من وانت او طفل غريب من وانت صغير. طبعا احنا قاعدين في وسط العيله، اللي هو ايه يا عمر، انت حبيبي بتعمل ايه وايه ده؟ انت ماسك الحاجه وسايب. انت الطبيعي انك تلعب مع اصحابك دلوقتي، انت ده سنك وكده. وبعدين مثلا اصحابك بيشوفوك مش معاهم اوقات طويله، وبعدين يشوفوك معاك حاجات مترقعه جميله كده فكانوا بيسبورتوا كده، ولا ايه يا عم بقى ما تقعد معانا هو اهلي بصراحه من الميزه، بابا وماما من النوع اللي بيسيبوني اعمل الحاجه، يعني ما بيكونوش مثلا متحكمين فيا، لا لازم تعمل كذا، لا. فدي بصراحه فكانوا نقطة مشجعين قوة. جدا. يعني كانوا انت عايز تعمل كده تمام اعمل. بس كانوا بيمونيتور بقى معاك، يعني كانوا بيقفوا معاك يقولوا لك طب ما خلي بالك من كذا او كده، او كان ليهم في الخبرة في الموضوع اللي يقول لك خلاص انت تصرف مع نفسك واحنا شايفين اهم حاجة ما تعملش حاجة غلط. هو بصراحه ما فيش وقت احتجتهم، وما كانوش جنبي في فكره ما بدات اعمل كميات وهو هاند ميد وكده، كانوا بيساعدوني دايما. بس الموضوع لما جه في موضوع الدراسه ثانويه عامه وكده، كانوا شايفين لا ركز في الدراسة والكلام ده، فهي دي بس زي أي أب وأم يعني. أكيد. صحابي بقى كان عادي، يعني كان تريقة بصراحة، بس عادي يعني كنا صغيرين وكده بس. طب حد منهم كان بيتكلم معاك اللي هو ايه يا عم انت فاكر نفسك هتكمل بقى حياتك هو يعني كتير بيقولوا لي كانت دي موضة وخلاص، يعني موضة الحظاظات والبريسلت والأكسسوار السنة، ما تركزش فيها قوي. ما بيشوفوش اللي هي كنت صغير، فطبيعة الوسط بتاعي برضه كنا صغيرين، فبتلاقي مش كله يعني يقول ده شغل وبيدعمك وكده، لا عادي كان هزار، بس هزار شباب يعني مش. عمر، انا عارف ان فلوكة ما كانتش فلوكة، عايز اعرف بقى الحكاية دي منك. هي كان اسمها ميدن بورسعيد. كنت بادئ، انا اصلا بحب بورسعيد جدا. كنت في حملة بورسعيد على قديمه كنت صغير، يعني بحب دي حملة من الحملات اللي مستمرة يعني. بتراث بورسعيد ووطنية شوية، بتنمي فيك ان انت بتحب بلدك.
فانا كنت عايز اسمي اسم الصفحه ليها علاقه ببورسعيد، فقلت ميدن بورسعيد، الحاجات اللي هي كانت هاند ميد فكانت بتتعمل في بورسعيد، فقلت هيبقى اسمها ميدن بورسعيد. بس يعني طيب احنا غيرنا بقى من ميدان بورسعيد، رحنا فلوكة. دي فلوكة. انا حسيت هي فلوكة برضو ما ليها علاقة بالبحر انا قلت بورسعيد. هي، بس انا حسيت ميدن بورسعيد اسم طويل قوي على اللسان كماركتنج، اسم مش كاتشي. مم. انا طموحي عالي، عايز افتح في حتت قدام يعني، فانا لو فتحت ميدن بورسعيد ان كذا مش يعني هتبقى اطول يعني كمان. مقيداني بمكان، مم. الناس هتفتكر ان انا بورسعيد بس. مم. فبدات اقول لا، ميدن بورسعيد ده سلوجان، مش يعني السلوجان بتاعي دايما في الكروت from بورسعيد to the old world. مم. في اللوجو، الهويه بتاعت اللوجو، الفنار فيه والهلب فيه وكلمه ميدن بورسعيد فيه. فانا ما شطبتهاش، بس حطيتها في المكان اللي يقدر يخدمني يعني مظبوط. مش سلوجان اكتر ما هي اسم يبقى كاتشي على الودان. مم. انت بقالك كتير وبقالك 10 سنين واشتغلت وكانت هواية، وبعدين بدأنا نطورها وبدأنا نشتغل. بس خلينا نقول بقى ان احنا بنرجع بالزمن شوية لورا. ورا ده انت كان تقريبا 13 14 سنة، فانت بتقول لي اشتغلت حاجات كتير قوي، وبعدين اول ما بدأت جبنا بضاعة. احنا معناش فلوس اصلا وبنحاول نمشي امورنا والحكاية، وبعدين رحت لبابا وقلت له انا عايز اجيب بضاعة. يا حاج انا عايز اجيب بضاعة، يا حبيبي انا عايز اجيب بضاعة وساعدني بقى. ايوه. كانت اول بضاعة كانت بكام؟ بص، هو الموضوع بدأ بجيب من مصروفي عادي، اللي حاجات بس مش بضاعة، يعني حاجات كده بسيطة. ما خدتهاش فكرة بضاعة بقى مرة واحدة؟ يوم ما جبت بضاعة كانت بالنسبة لي بضاعة اللي هو كلمة يعني هي شبه أيوة. كلمة بضاعة اصلا. كان ليا واحد صاحبي في القاهرة. قلت له هو بقى عارف الشوارع والدنيا، قلت له انا عايز اجيب، كان الخرز والماتيريال ارخص في القاهرة بكتير. قلت له عايز اجيب بضاعة، كان معايا تقريبا 100 جنيه. بس 100 جنيه 100 جنيه كان 100 جنيه يعني. بس فكان دايما انا فاكر كان في خرز اسمه مرمر ازاز كده. كنت جايب منه الوانه، كان صيفي كده وترند. فجبت، كان انا فاكر شنطه كبيره 100 جنيه دي كانت عامله شنطه يعني، كانت شنطه تقيله. فدي كانت اول بضاعه جبتها تقريبا يعني بالظبط. البادجت عجزت شويه بس جبنا ب 120 مثلا، دي كانت اول بضاعه ليا. ف رقم، لا رقم افتكره بصراحه. طيب احنا الكلام ده كان زمان وزمان قوي يعني. كان في سوشيال ميديا، احنا بادئين تقريبا فيسبوك ينتشر قوي في مصر يبدأ من 2008 تقريبا. انت بتتكلم في 2000 مثلا 14 مثلا بدأت تقريبا 2014. ف 2014 ده يعني احنا كان السوشيال ميديا موجودة بس ما كانتش بالقوة بتاعت دلوقتي. انت بتسوي من زمان، وبما انك مستمر فما شاء الله اكيد في نجاح، ونجاح جميل جدا يعني. طب احنا كنا بنشتغل ازاي زمان قبل السوشيال ميديا بالشكل القوي بتاع النهارده ده؟ والله كان بيعي قليل قوي، يكاد يكون لا يذكر، مش قوي. كنت بعتمد على كان عندي بيج وكل حاجه وبنزل عليها، بس كان بالنسبه لي فور فن يعني، مش لدرجه اللي حد غريب يكلمني يقول لي انا عايز اوردر. ما كانش الاونلاين ساعتها اظن شادت حيله. فكنت انا في نادي. فكنت دايما ببيع لاصحابي مع صحابي، الفيرست سيركل ليا، فاهم؟ فهي دي اللي كنت ببيع لهم، كنت معتمد على اللي حواليا في الاول. لكن كسوشيال ميديا مش قوي، كنت بنزل وكده. وانا افتكر اللي ما كانش حتى الكاميرا بتاعت موبايلي حلوه، فكنت باخد من صحابي واصور كده المنتجات وانزلها على صفحه الفيسبوك. كانت قبل، ممكن ما حدش يعرف الموضوع ده خالص، قبل ميديم بورسعيد وفلوكة في صفحه موجوده لحد دلوقتي اسمها عمر ملاك ورك شوب. دي البدايه خالص، دي بدايه يعني، بدايه كل حاجه. وحتى هتلاقي الصور هتضحك يعني لو دخلت عليها الدنيا. لا هو عامة ان احنا كلنا صورنا القديمة كان بيبقى فيها حاجات مختلفة يعني. بس انا عايز اعرف بقى السوشيال ميديا فرقت معاك ازاي؟ طبعا خصوصا ان احنا اما اتكلمنا قلت لي والكورونا والحاجات دي، بس انت اكيد السوشيال ميديا قبل الكورونا بدأتها انا بادئ من زمان. بس الانطلاقه يعتبر عندي اللي فرقت قوي، انا كنت معتمد على بورسعيد، كنت بصور صور وانزلها وكده. كانش لسه بقى ستوريز وفيديوز وكده، ما كنتش بعملها خالص. ففي الكورونا انا افتكر الموضوع اللي بدأ اللي هو يضرب معايا جامد. كان عندي بضاعة مصورها ممكن بقالي شهرين ثلاثة بتتباع، بس يعني نسبة مبيعاتي ما كانتش قوية.
فقلت في مره البضاعه خلاص قدمت معايا قوي، قلت في مره طلعت ستوري وقعدت اتكلم كده في الستوري، ده هوب صيني مش عارف لو عايزه تلبسيه بشكل اطول هنطولهولك يليق على الحجاب، وقعدت اتكلم كده دي كذا بدل كذا. افتكر لما نزلت الستوريز كلمت التاجر، البضاعه اللي انا بقالي شهرين بحاول ابيعها خلصت في نفس اليوم، كلمت التاجر يشوف لي في المخزن عشان هي بضاعه قديمه. فالستوري بدات اللي هو لا بدات اطلع ستوريز واتكلم فيها. بعد كده قمت على التيك توك برضو، ما كانش الموضوع تجاري خالص على التيك توك، كان كله هلس في الاول. قبل الكورونا ما كانش حد بيعرض شغله على التيك توك. فنزلت فيديو برضو كنت بادئ الستانلس خالص في الاول، فكان ثقافة الستانلس اللمعة المطفية اكتر من الذهب الصيني، كانت صعب يتباع، وكان السعر بتاعه دبل السعر بتاع الاكسسوارز العادية. فكان متعب جدا في البيع، ما كنتش عارف ابيعه خالص، ممكن ببيع قطعة في اليوم، وانا اوريدي خلاص كان بقالي كذا سنة بشتغل وليا ارضيتي واسمي، بس كان السوق صعب شوية في الحتة دي. عملت فيديو على التيك توك قلت اكسسوارز ترندي للسنة دي، والفيديو جاب 300,000 مشاهدة. جميل. البضاعة كلها برضه اتباعت في أقل من أسبوع. بدأت وصلت. خلاص اللي هو لا أنا بنزل فيديو كل يوم على التيك توك، واحد يضرب واحد لا كل يومين، واللي بيجي الحمد لله بدأ يتباع، وبدأ بقى خلاص إن أنا أبيع له محافظات. طب انا عايز اعرف بقى حاجه، انت فيديوهاتك بتفكر ان انت عايز تعمل لها دعايه للحاجه بتاعتك، طيب انت بتعملها بافكار مختلفه، كل مره بيبقى بشكل جديد، كل مره بيبقى بفكره جديده. الفكره وانت بتعملها هل هي بتاخد منك وقت علشان انت تقول انا المنتج ده يليق عليه الشكل ده، ولا انت اللي بيجي معاك بقى انا طالع اعمل فيديو وزي ما بحسها في وقتها؟ بص هو الموضوع بيبقى رزق أول حاجة من عند ربنا، الفكرة بتنزل عليا أو حد من التيم بيقولها لي، أو أنا دايما لما بشوف الترندز اللي طالعة بقف قدام كل فيديو أشوف انا ازاي هستغل الترند ده في شغلي، ازاي هعمل، طب الاغنيه دي لو انا هستخدمها في شغلي هعمل عليها ايه ايه الفيديو اللي هيبقى عليها. فبتبدا تطلع الفكره من هنا، واهم حاجه في الكرييشن الفكره اول لما تيجي، عشان بتيجي في اوقات غريبه بكتبها على طول، ومن هنا بيتبنى بقى السكريبت والفيديو والدنيا تبدا تمشي معايا. انت بدأت واشتغلت وعملت فيديوهات لدرجة ان انت وصلت لمرحلة ان انت بقيت عارف تعمل يعني زي كونتنت كرييتور، مش لبس لنفسك، انت تقدر تعمل اي حاجة. وفي اوقات لو انت حابب تطلع تقول كلمتين مع نفسك بعيد عن المنتج بتاعك تقدر تعمل. ليه ما فكرتش تعمل دعاية لبراندات تانية حتى لو مش في مجالك، يعني بحيث ان انت بقيت مشهور ومعروف وبقى شكلك معروف، والناس يعني ممكن يشوف الفيديو ويبدأ يعرف يا عم ده عمر ملاك بيعمل عن كذا، لا دي حاجة تبقى حلوة. بص والله هو يعتبر الشغل في الماركتنج والدعايه والفيديوز، انا بالنسبه لي كل فيديو بيجيب مبيعات، فبالنسبه لي دايما مشغول بالشغل بتاعي. وانا لو عملت يعني فيديو لحد تاني، لا الفيديو عندي بيخليني انجح اكتر، احقق ذاتي اكتر، المكسب بتاعه اكتر، فممكن انا مهتم بالفيديوز على شغلي اكتر، يعني ما تفرغتش للتسويق والماركتنج لناس تاني. انت باني زي براند، فالبراند ده ما ينفعش ان انا اتخلى عنه في وقت محتاج مني كل تركيزي. ممكن اعمل ده، بس ده مرحلة لسه ما جاتش يعني هي بالظبط لسه ما جتش، وانا بشوف انا اولى يعني، فاهمني. وبما ان احنا في براند والبراند ده بيكبر واحنا عندنا خطة ليه، فاكيد واحنا ماشيين بيقابلنا شوية مشاكل. عايز اعرف شوية مشاكل كده من اللي بتحصل معاك وانت شغال يعني. هي من اكبر المشاكل اللي ممكن قابلتني، لو نتغاضى عن البدايات خالص اللي هي مشاكل التسويق والمشاكل اللي كل الناس بتشوفها، اللي انا خلاص بقى ليا اسمي وشغال، انا قعدت اشتغل لوحدي تقريبا 7 سنين، فخلاص بقى الكباستي انا وصلت للماكسيموم كباستي بتاعتي، معرفش اعمل اكتر من عدد اوردرز في اليوم، وانا الاوردرات بتاعتي كلها هاند ميد، فالموضوع ده دي تيتا رهيبة، تيتا رهيبة اللي انا قدامي ازاي ف يعني خلاص مش عارف اوصل اعدي، عايز اسكيل للمستوى اللي بعده، فلا هنا كان لازم ستوب. دي كانت اكبر مشكلة قابلتك؟ دي كانت اللي انا لازم، الناس بتكلمني عايزه تطلب الرد متاخر، السيرفيس وحشه، فانا بدات الناس عايزه يعني تتعامل معايا، مش عارف اتعامل. عملت ايه بقى علشان تغير شويه يعني مسكت الموضوع واحده واحده، قلت انا عايز ناس تشتغل معايا، انا كنت شغال من البيت من اوضتي عادي،
قلت طب هيشتغلوا معايا ازاي؟ لا لازم. قمت شقة، عملت ورشة في شقة، وجبت أول حد يشتغل معايا، لسه مكمل معايا لحد دلوقتي 3 سنين ونص. ما شاء الله يعني ده ف حابب الحكايه وحابب الحمد لله التعامل أحمد معايا من 3 سنين ونص، يعني ده اليمين يعتبر. نديله تحيه كبيره احمد، والله أحلى احنا تحية لسه لأحمد. مستمرين طبعا. فبدأت اللي هو لا لازم حد يشتغل معايا، نعلي الكباستي، بدل ما انا بعمل 100 لا نعمل 200. فبس توكلت على ربنا. انا قلت ازاي هجيب حد يشتغل هاند ميد معايا ويطلع نفس الشغل اللي انا عمال اشتغل فيه بقالي سنين؟ الموضوع بالنسبه لي كان معقد، مش مقتنع بيه نهائي. وانت مش هتقتنع باي حد، محتاجه ان انت تكون واثق ان الشخص ده هيطلع بالظبط. حاجه شبه يعني بتاعتك. هو الموضوع كان غريب. هو انا لازم كنت اعمل كده عشان خلاص كنت داخل الجيش، فكنت هسيب الدنيا كلها وامشي، وانا عايز الموضوع يبقى مستمر شويه. احنا التيم بتاعنا ايه بقى دلوقتي؟ احكي لي عن احنا التيم. التيم الحمد لله تقريبا 10 اشخاص دلوقتي. ما شاء الله جميل. ده كل مهمتهم بيشتغلوا بايديهم ولا ما بين التسويق في دلوقتي كاستمر سيرفيس كول سنتر، مودريشن، اوبريشن، طبعا التوصيل، وفوتوغرافر صور المنتجات، وحد مخصوص للهاند ميد يشتغل كل الحاجات اليدويه. فلا احنا بقينا الحمد لله يعني كيان يعتبر، بس لسه صغير، بس باذن الله يعني يكبر. جميل ان انت في سن صغير ان انت تقدر تعمل بدايه لكيان حلو، وفي منتجات شغاله وفي تجديد وتطوير. بس بما ان احنا بنتكلم عن حاجه كويسه قوي فيك، قول لي بقى انت جواك عارف نفسك كويس، ايه اكتر صفه انت ما بتحبهاش في نفسك؟ صفه كده يعني اللي هو ايه، انا لو تروح بس يعني تبقى. وممكن انا عندي مشكله الكسل والتسويف ساعات في حاجات اظن عندنا كلنا، بس يعني في حاجات في الشغل كده اللي انا لو انجز نفسي كان الموضوع، لا الموضوع هيفرق جامد. طب كان ممكن ينفعك في ايه لو انت ما كنتش فيك الصفه دي؟ ينفعني اللي انا لا هعمل كذا ستيب، استغل كذا فرصه جت لي، على الاقل افتح في كذا حته، انزل بوزارات كتير. الحمد لله بنيت اسمي اللي هو في شعبيه في المحافظات، وادارات المحافظات عندي بتطلع بنسبه كويسه، فيستحمل ان انا انزل بازار هنا وهنا والف المحافظات. كنت اتخيل يعني اول لما دخلت كليه اللي انا من النوع اللي هلف المحافظات كلها بازار كل شويه، مجتمع بقى الكليه وكده وخلاص، ثانويه عامه راحت بس ما حصلش قوي، بس يعني اهو بنسعى. احنا كده عرفنا الحاجه اللي انت ما بتحبهاش، ودي يعني اعتقد فينا كلنا زي ما انت بتقول، بس بتبقى اوقات واوقات يعني. انت اكيد بتحب حاجه في نفسك، ايه بقى اللي ممكن تكون حاجه حبيتها في نفسك ممكن اللي ياخد باله منها تبقى مفيده بالنسبه له؟ والله وانا دايما بفتكر نفسي وانا صغير، وانا لسه ببدا، فدايما اي حد بيبدا بفتكر نفسي فيه. فاللي هو ممكن اقول له على الحاجات اللي فرقت معايا بجد، اقول له على يعني ما بيبقاش في خباثه في الشغل. دايما في نطاق العمل لما تتعامل تلاقي الموضوع شائك شويه، في ناس يعني ما بتبقاش الدنيا صافيه قوي. لا انا بالنسبه لي عادي، مش هيقول لك كل حاجه، مش هيحكي لك التفاصيل، مش هيقول لك انا عملت او ما عملتش او انا بدات ازاي. يعني زي ما انت قاعد معايا كده بتحكي لي بدانا وكنا بعمل وكنت بادئ بالكوميونتي اللي حواليا. يعني حتى انت كلامك نفسه ان انا بدات بالدايره اللي حواليا، ان انا ببيع للناس دي وبدات اعمل كذا وواحده واحده اعمل كذا. الكلام ده مش اي حد هيحكيه يعني. انا عادي، انا بشوف الارزاق يعني على ربنا وعادي. انا عندي في المجال الشغل ما فيش حساسيه خالص، فده اللي مع الاحتكاك في نطاق العمل مش بلمسه كتير. بما انك عملت فيديوهات كتير وفي فيديوهات ليها افكار ودعايه وحاجات زي كده، طبعا احنا عملنا فيديوهات حلوه قوي زي ما انت بتقول لي، فيديو يكسر الدنيا، فيديو يبقى بسيط شويه، فيديو ما يعملش حاجه. اكيد في فيديوهات عملناها حلوه قوي قوي وكانت جامده، في فيديوهات كانت يعني انا ليه عملت الفيديو بلاش منها. فاحكي لي بقى ايه احلى فيديو عملته، اكتر فيديو قلت انا ليه عملت فيديو ما كانش ليه لازمه يعني. هو من الفيديوهات اللي عملتها وما كانتش متوقع نجاحها بالمره، كنت منزلها كنت في الجيش، فاللي هو عايز انزل حاجه وانا في الجيش ماتيريال بس عشان الصفحه ما تنامش. كنت عملت فيديو بحكي تجربه عميله من التهرب من الاستلام. انت قاعد في الجيش اصلا ودماغك في الشغل. انا كنت ماليه في الجيش. طب ده يخليك تدخل في حسام حبيب. عملت ايه معاه؟ يحكي لي. ده كان ترند ساعتها. كان موضوع حسام وشيرين والانفصال والارتباط والكلام ده وعمرو اديب والحكايه بالظبط. فانا كل ترند يعني في ترند ماركتنج اللي هو بشوف الفيديو انا ازاي هستعمل الترند ده في شغلي.
فكان الاتجاه في السوق كله بستايل معين. انا عملت ان حسام حبيب كانه داخل الموضوع فاني، داخل يطلب مني اوردر، وان انا في صف شيرين قوي حاولت ابوظه له. فاللي هو طالب، كنت ساعتها بشتغل بريسلت في جالي وكده، فكانه طالب عموره ازيك عامل ايه عايز اطلب اوردر عادي، بعت رسايل كده عملتها بفوتوشوب كده. قلت له طب تمام، وعملت له الاوردر، وفجاه هو على ازاز كده قمت نازل بالشاكوش على الازاز خسرته. هو بقى بحاول ابوظه. فاللي هو وعايز اظهر الفيتشر بتاع المنتجات، احبار طبيعيه مش عارف ايه، ولعت فيها، ولعت في الحاجات، بتحاول تبوظ، بحاول كاني ابوظ اللي هو ايه، فبتبين ان لا ما بتبوظش. مش عارف عملت عليها مش عارف مقشه، عملت عليها ولعت فيها، حطيت عليها سبيرتو، احاول امسح وابوظ الالوان، والفيتشر بتبان احبار طبيعيه، فمفيش الوان مش مظبوطه. كل حاجه بالفيتشر اللي انا عايز ابينها في شغل. وفي الاخر اغنيه شيرين، وقلت لها انا اسف يا شيرين ما عرفتش ابوظ الاوردر. الفيديو ضرب وصفحات كتير اخدته، فكان من الفيديوهات القويه. حتى في بلوجرز علقوا عليه اللي هو كرييتيف وكده. انا افتكر الكومنتس اللي كانت عليه على التيك توك، يعني كرييتيف الماركتنج مش عارف فين، الكومنتس اقل كومنت 3000 كله على كرييتيف مثلا او الماركتنج. الناس عجبها الماركتنج جدا لدرجه ان هي ما ركزتش مع المنتج، يعني محدش قال لي الفيست بكام. هو كان بيفكر في الفكره بتاعت الفيديو نفسه، كله علق على التسويق. بما اننا اتكلمنا بقى على الفيديو اللذيذ والجميل، قول لي بقى الفيديو اللي انت ما كنتش حابب انك عملته كده. والله من الفيديوز اللي جابت ريتش عالي قوي بس ندمان عليها، كان في البريسلت والسلسله بتاعت محمد رمضان، الجورميت الستريس العريض. فانا انا قلت انا عايز اعلي ريتش، طب ما اقول ان اكسسوارات محمد رمضان متوفره، وانا كنت جايب عينه كده يعني، ولا ببيع الستايل ده ولا حاجه. ونزلت الفيديو فعلا جاب ريتش عالي قوي، وجاب لي فئه انا مش مستهدفها، اكسسوارز رجالي بستايل معين انا اصلا مش عندي. فعمل لدرجه عمل هيدك على الصفحه جامد، وده مش شغلي يعني، انا عامله بس كده اللي هو ايه، ترند مش اكتر. قعدت ارد على الرسائل بتاعته يعني اكتر من اسبوع قدام عشان بس اخلص الرسائل. حسيت ان الفيديو ضيع منك وقت ومجهود وسيرفيس عشان ارد على الناس وانت مش شغالها اصلا، ومش تارجت اودينس ليا. فده من الفيديوهات اللي هو ليه. طبعا انت بتعمل فيديوهات كتير وبتعمل منتجات، انت بتقولي كل يوم بيبقى في منتجات جديده، كل يوم في ستايل جديد بينزل، والحاجات دي زي ما بيقولوا بلغه السوق الحرق فيها كتير قوي. اكيد انت ما بتشتغلش في اي حاجه زي ما انت بتقول. طيب احنا ايه اكتر حاجه بتميز فلوكة في الستايل بتاعها؟ والله هو حاليا انا يعني كل فتره ليها سلاح معين. انا السلاح بتاعي دلوقتي الفرايتي العاليه قوي. احنا بنتكلم في اللي احنا بننزل كميه على الويب سايت في الشهر، لا احنا ممكن نعدي 400 ديزاين في الشهر الواحد، معتمد على فرايتي عاليه قوي في المنتجات. زي ما قلت لك السوق بتاع الاكسسوارز لا سوق سريع قوي، عشان هي شغل وزنه خفيف. فكل التجار والمستوردين والناس اللي في السوق بيجيبوا شحن الطيران كل اسبوع. فدي من الحاجات اللي بتميز، عكس لو بيزنس تاني الاستراتيجي بتاعته اللي هو وزنه تقيل وكده، فهتلاقي لا لازم الشحن بحر، الحركه بتاعته اقل. لا الاكسسوارز كل يوم ديزاين بينزل في الذهب، فبالتالي كل يوم ديزاين بينزل له تقليد. احنا دلوقتي بقينا بنتكلم في اكسسوارز بتقلد بالظبط البراندز بتاعت الذهب، بتقلد بالظبط الذهب الايطالي اللي المصنعيه فيه بتعدي ال 500 و 600 جنيه، زيها بالظبط بتنزل اكسسوارز. فانت بتتكلم في سوق واسع قوي، كل يوم بينزل جديد. فانا بحاول بس لاقي الفرايتي، اخد من كل كاتيجوري حاجه. فدي من الحاجات اللي بتميز فلوكة. زائد طبعا اللي انا بحاول على قد ما اقدر اركز على الكواليتي، ولو حاجه غصب عني انا مؤمن جدا بالغلطات، واللي انا مش عشان بقالي سنين كتير لا انا كل حاجتي لا، وارد ان انا مثلا اجيب حاجه اقول مش بتغير لون، وارد وسط 300 ديزاين حاجه تغير لون. فمهدي للكلاين كمان ضمان لون على القطع، بحاول اطمنهم على قد ما اقدر. فدي من الحاجات اللي بتميزني جدا. وطبعا التريك بتاعت الكواليتي حاجات مع الخبره اكتسبتها، ومع الكلام مع التجار والمستوردين والناس اللي بتصنع. الحلقات بتاعت القطعه تبقى داخله فرن مع القطعه، الطله، البولش، كام درجه طله، كام درجه
صنفرة للقطعة، حاجات بسيطة قوي بتفرق. ممكن تبقى نفس القطعة بالظبط نازلة بكواليتي، ممكن احنا بنتكلم كوست معينة، لا نزود كام رمبي كمان عليها وتبقى بكوست تانية خالص وبكواليتي تانية خالص، وهو نفس الشكل، يعني نفس الشكل تبقى. في حاجات بسيطة قوي بتفرق برضو، من الحاجات اللي بتميزني جدا نتيجة الخبرة. زي ما انا عرفت منك ان ممكن حاجه صغيره قوي في التصميم ممكن تكون يعني عامل ديزاين لحاجه ومطرقعه وجميله وكل حاجه، ممكن تشيل منها حاجه صغيره او تضيف لها حاجه صغيره تخليها ديزاين تاني خالص. تجي لك الافكار دي ازاي بقى؟ هو عامة في الهاند ميد أنا كنت بشتغل أول شغلي كان كله هاند ميد، بدأت أقلله مرة في مرة عشان بس الهيدك عليا، عشان الأوردر بالهاند ميد ممكن ياخد تلت ساعة مني أو ربع ساعة، فبياخد تشغيل كتير. لكن حاجة جاهزة ممكن تخلص في دقيقة أو دقيقتين. ففي الأول كان كل شغلي هاند ميد، كان الأزمة بتاعته اللي أنا ما كانش بيبقى عيني اللي أنا أقلد قطعة أو اللي أنا أعمل قطعة بعينها. لا، أنا بنزل السوق عادي أجيب الماتيريال كلها، أجيب ألوان كتير وأفضل قاعد وسط كركبة ما تتخيلهاش، أفضل أحط اللون ده جنب اللون ده، اللون ده جنب الفصل ده، يعني أفضل أهيئ كده لشغل لحد ما أطلع بالديزاين. يعني الموضوع كان بيجي عشوائي بحت، بس وأفضل ألعب في القطعة لحد ما تطلع بديزاين لذيذ. وبس هي كانت بتيجي كده يعني من التجربة الكتير. فلوكا براند انت عندك حلم انه يبقى كبير قوي، ايه اكتر حاجه يعني متوقع انك تعملها باسم فلوكا وتخلي الدنيا كلها كبيره وتكبر باسم فلوكا؟ يعني احنا يعتبر اونلاين بيزنس. نفسي انا حتى في السلوجان في الكارت بتاعي from Portside to the all world، نفسي يبقى احنا، لا احنا طلباتنا بتروح امريكا والخليج، نفسي نلف العالم كله في الطلبات. ونفسي يبقى عندي بارتيشن في حتت كتير، معارض مهمة بتحصل في الأحداث مهمة يبقى فلوكا جزء منها. يعني نفسي ينتشر بشكل كبير جدا، وبورسعيد نفسي ترجع يعني زي زمان خالص. كنت بسمع اللي هي من المينا اللي لا للعالم كله ممكن يتقابل فيها. فنفسي برضه يبقى ليا بوس حلو في بورسعيد، اللي هو بحيث السياح تنزل لا تروح على فيوكا. يعني هو الموضوع بعيد شوية بس بإذن الله جايين له يعني. نفسي تبقى من البراندز المؤثرة يعني. طيب بما ان انت بقالك 10 سنين في السوق، فانا عايز اعرف ايه احلى احساس حسيته في مشوار الفترة اللي فاتت دي كلها وانت شغال كده في فلوكا؟ هو بص، هو أنا دايما الحمد لله فيدباك حلوة بتيجي على طول، بس بتبقى سكرين شوت يعني، ما في الآخر سكرين شوت. أما بنزل بازارات، الإحساس بتاع البازار بيبقى مختلف، إن أنا بقابل الكلاينت وبسمع الكلام فيس تو فيس، الموضوع بيبقى مختلف جدا. من الحاجات هو احسن احساس بيجي من الشغل عامه تحقيق الذات، لما احس ان انا محقق ذاتي، ناجح في حاجه معينه، حاجه انتشرت يعني نجاح معين كده. من اكثر الحاجات اللي فرحتني قوي، حصل تقريبا 3 مرات ان انا وانا ببيع عادي وواقف والتيم وكده، حد بيجيب الشنطه ويقول لي عايزك تمضي لي عليها. فدي دي حصلت 3 مرات بس، مش اللي هو ايه انا. فالموضوع دي من الحاجات اللي فرحتني قوي يعني. حصلت 3 مرات تقريبا، بس انا افتكر ان دي اكثر حاجه فرحتني، انا ما كنتش مستوعبها ولا متوقعها يعني. طبعا انت في شغل كتير انت بتعمله، وانت من النوع اللي بتحب بايدك تبقى في الحكايه، فيعني بتعمل بايدك الحاجات الهاند ميد، ممكن ترد، ممكن تعمل، يعني مش سايب التيم يشتغل لوحده، فانت بتحب تبقى ان في كل حاجه. عايز اعرف بقى حاجه تكون مثلا حصلت مكالمه تليفون، عميله عملت معاك لقطه، يعني دايما انت عارف الرجاله هات لي كذا خلصت خلاص الموضوع بيخلص في ثانيه، لكن البنات بتبقى عندها دقه شويه عننا، يعني خلينا نقولها دقه عشان برضو البنات ما تزعلش مننا يا دوت لي عيش يا عيش. ما يزعلوش يعني. بس خلينا نقول ممكن البنت تبقى عندها مثلا نقطه معينه كده، قامت واحده مكلمك قايله لك حاجه، عايز اعرف بقى حاجه كده نضحك مع بعض فيها. والله مش مجمع موقف معين، بس انا بتست يعني. مثلا ما كانش عندي كول سنتر، فعايز اجيب كول سنتر تاكد الطلبات قبل ما الاوردر يطلع من عندنا وكده. فلازم اتست الشغلانه. من الحاجات اللي اخدت بالي منها الحمد لله، من كتر ما بطلع في الفيديوز وكده، انا عادي رقم غريب بيكلمهم، من اول لما بتكلم بيعرفوا بتاع عمر،
فدي من الحاجات فدي من الحاجات اللي فاجئتني بصراحة. التون الصوت بيبقى معروف شوية من كتر الفيديوز وكده. مش حرف اللدغة لا مش لا مش شرط الصوت. الصوت. خلينا يعني بالصوت. خلينا بلاش بالصوت. عمر طبعا احنا ماشيين في طريقنا وعملنا انجازات كتير وناويين نعمل انجازات اكتر، يعني زي ما بيقولوا كده لازم نكون فخورين في الفترة الأخيرة بحاجة عملناها كانت انجاز يعني. ايه اكتر انجاز انت فخور بيه عملته الفترة الأخيرة؟ والله الحمد لله اخر شهر عرفنا نحقق تريبل عدد الاوردرز العاديه اللي بنحققها. جميل. فدي حاجه كانت ده كان وراها مجهود كبير. طبعا من التيم كله. التيم كله ضحكت انت في حته التيم، انت عايز تقول لا والله. التيم بتعملوا ايه في التعامل مع بعض والدنيا ماشيه ازاي؟ لا والله هم كلهم اخواتي يعني ما فيش فرق خالص. اتكلم معاهم عادي، بنزل عادي يعني. طب هما بيتعاملوا معاك ازاي؟ ما انت برضه سنك صغير انا في اصغر مني وفي اكبر مني، بس عادي كلنا يعتبر ما فيش يعني، كلنا كأننا عيلة. مفيش فرق يعني. والدنيا ماشيه ان انتوا مفيش حد مثلا بيحس ان انت اللي هو انت مثلا احنا سن بعض او مثلا انا اكبر منك فازاي انت بتتعامل معايا كده او ما فيش يعني الحمد لله. يعني مثلا عندك يويو ده اصغر واحد في التيم معايا من وهو يعني 15 سنة بالظبط و8 شهور. 8 شهور ده دلوقتي كبير بقى يعني عنده 20 يعني سنه. هو يعني كمل اول لما تم 16 سنة ساب الشغل يعني. ايه ده قعد معاك 4 شهور ومش لا حب الدنيا حب الوضع يعني فخلع على طول. بس بجد احنا يعني يعتبر كلنا اخوات والدنيا تمام معانا. في ناس كتير بتحب تعيش حياتها عندها رول موديل بتشتغل اخداه زي قدوة بقى وتتعامل زيه وحاجات زي كده. في عندك رول موديل بتتعامل على اساسها وبتشتغل بيها او حاجة زي كده؟ والله هو كل الناس بجد حتى لو حد بادئ في المجال ممكن يعلمني حاجة. يعني بفضل كل شوية اتعلم، بس حد نفسي ابقى زيه لا مش يعني يعني دايما بقارن نفسي بنفسي. نفسي ابقى نفسي بس احسن في النقط دي. نفسي احسن من نفسي في النقط دي. وفكرة اللي انا بتأثر بالناس، انا بتأثر باي حد بيعمل نجاح يعني بيعمل فكرة حلوة. مش شرط في مجالي، حد مثلا كوميديان بيرمي افيه حلو فيعجبني اخده يعني اقتبسه في فيديو. حد بيعمل مونتاج حلو كات حلو كده. فانا بتأثر بكل الناس اللي بتشتغل وناجحة في مجالها. انا حابب اعرف بقى حاجة. انت بتتعلم من وجهة نظري حاجات كتير قوي. اغلب اللي انت اتعلمته في حياتك اذا كان الهاند ميد ولا المونتاج ولا الكونتنت كريتور ان انت بتعمل فيديوهات او تلات ارباع الحاجات دي انا حاسس ان انت اتعلمتها بنفسك. ده احساس حقيقي فعلا؟ هو انا يعني الموضوع بيجي بالممارسة والتجربة. يعني انا مؤمن ان اول حاجة هتبقى وحشة، بس طالما انا بحاول اعملها في وقت من الاوقات لا هعملها حلو، هعملها بشكل احسن من قبل كده، يعني هتحسن فيها. فانا بعمل الحاجه حتى لو يعني لما كبرت شويه قلت لا انا لازم حتى اللحظات ليا الوحشه، اللحظات اللي لا الحاجه مش قد كده لازم تبقى محطوطه عشان يبان التحسن. فبفضل اسعى في كل حاجه عادي. لو انا مثلا ما اتعلمتهاش من حد بفضل اجرب فيها زي الفيديوز وبعملها بشكل احسن من اللي قبل كده، وبفضل امارس لحد ما الموضوع يتحسن معايا. احكي لي الاستمرارية بتفرق ازاي في نجاح الحاجة اللي انت بتعملها؟ هو الاستمرارية يعني أنا مؤمن ما بشوفش حد بيعمل حاجة ومؤمن بيها وأقول له لا حاجة مش حلوة أو لا أنت مثلا موضوع فيه نظرة من فشل. أي حد بيعمل حاجة، اللي ما بيعرفش يرسم وبيحاول يرسم أنا متأكد إن هو هيجي وقت لا ويعرف يرسم حلو قوي. اللي أي حد بيعمل حاجة بيمارس عليها هيوصل لنتيجة مبهرة قدام. أنا مؤمن بالحتة دي قوي. فالاستمرارية بتخليك هي اللي بتخليك تشتغل، يعتبر هي اللي بتميزك عن الباقي. ميزتك عن الباقي ان ربنا وفقك شوية، ان خلاك تستمر اكتر، نفسك طويل شوية، عانك في الحتة دي اكتر. فالاستمرارية هي كل حاجة عمر انا عارف ان انت من البداية خالص الحكاية كانت هاند ميد وانت كنت بتشتغل بايدك. طبعا بما ان انت دلوقتي معاك تيم ومعاك حاجات ناس بتشتغل في كل المجالات اللي ليها علاقة بالموضوع بتاعك بفلوكة، فانت النهاردة ما عدتش بتشتغل هاند ميد زي الاول، بس انت برضو بتشتغل في فلوكة بتجيب حاجات اكسسوارز جاهزة مصنوعة جاهزة
اليومين دول في حاجات ترندنج كتير حلوه. احكي لي عنها شويه، عايزين نعرف. هو موضوع الجاهز عامة في الشغل بدأ معايا اللي هو الهيدك بدأ يبقى عالي على الصفحة. اوردر الهاند ميد بيطول شوية، يعني بياخد مني مثلا وقت ربع تلت ساعة أكتر. الجاهز لا، عبارة عن باكج كواليتي كنترول، ولا بنحط الحاجة. فبدأت اللي هو أعمل أركايف واحدة واحدة للحاجات الهاند ميد، وأقللها شوية وأكتر من الجاهز. بالنسبة للترند، يعتبر الترند دلوقتي في الأكسسوارز الحاجات الستانلس. فالستانلس من المعادن، عشان ظهر في الماركت بيزنس جاب كبيرة، إن الذهب فجأة في مصر بالذات سعره عالي جامد. ففي ناس متعودة تلبس ذهب من الديزاينز اللي بتنزل كل يوم والبراندات وكده، فخلاص ما عادتش قادرة تشتري الذهب بصفة مستمرة، فبدأت تشوف بديل الذهب. فالستانلس حل مكان الذهب شوية، عشان هو معدن مش بيغير لون، ضد المية، تقدر تستعمله باستمرارية ويفتح يعني وهي مرتاحة، يعني ما بيأزمش في اللبس. وكمان بيدي نفس لمعة الدهب في درجات طرة معينة، نفس اللمعة، فبدأ كله يتجه للستانلس. مم. فالستانلس من الحاجات الترند قوي. وكمان حاجة موديلات في الدهب الصيني، عشان دايما الستانلس معدن صلب، يعني لو جيت تشكله او تكنيه معدل المرونة عنده قليل، فبيحكمك بديزاينز محدودة. ده الصيني بقى هو مرن، معدن مرن، عشان هو يعتبر نحاس مطلي ذهب. ففي موديلات يعني شبه الذهب تيبيكال، الذهب الإيطالي، الحاجات دي متقلدة بالظبط في الذهب الصيني. فدي الحاجات الترند دلوقتي، الحاجات الغالية قوي في الذهب الصيني اللي هي تيبيكال، شبه الموديلات الترند في الذهب الإيطالي. والستانلس عشان فعلا بيحل محل الذهب. طيب، وفي الحاجات الاكسسوارز ايه ترندنج في الاكسسوارز اللي هي الحاجات السيمبل شويه بقى؟ حاجات الصيف وكده، اي حاجه فيها كولرز اللي هي الوان البحر والصيف والصدف والكلام ده، تبقى ترند كل صيف كده كده. في حاجات زي ما قلت لك، الحاجات الذهب وكده، الستانلس حل محله، بزنس كاب كبيره، فكله بيستغله. انا عن نفسي استغليت الموضوع ازاي، ان مثلا خليت بماركت اكتر، بقول بديل الذهب، بديل الذهب، اكسسوارات زي الذهب بالظبط، عشان فعلا ده اللي شاغل بال الناس. انا كنت بجيب الحاجات دي ذهب، خلاص الذهب بنتكلم في الجرام عدى خالص، فعايز اجيبه اكسسوارز. لو حد بيعمل ميديا باينج، الكي ووردز اللي بيستخدمها الحاجات لكجري وحاجات ذهب وكده، فهي بيزنس جاب بنحاول كله بيستغلها. يعني بتظهر عامة في البيزنس جاب دي في حاجات كتير، مش شرط في مجالي بس. بما انك شايف ان المجال بتاعك مجال كويس جدا، وتقدر ان اي حد يقدر يدخل فيه ويشتغل فيه بشكل كويس لو هو عنده الموهبة او عنده اجتهاد في القصة دي، نصيحة تقدمها لحد حابب يدخل في نفس المجال؟ والله بنصح اي حد بيدخل في المجال البيزنس عامة، مش مجالي بس، اللي هو يبقى عنده الجرأة. الجرأة سلاح مهم جدا لأي حد بيزنس اونر او سمول بيزنس اونر. ان هو يبقى لا، او عنده الجرأة اللي هو يطلع بالمنتج، يقول مميزاته وعيوبه، ما يخافش ما يخافش من كلام الناس، ما يتأثرش، هيساعده في السيلز جامد. انا الحاجات اللي فرقت معايا في السيلز ما ضربتش في 2 ولا في 3، لا ضربت في 10، بقت فرقت معايا فعلا. ان انا طلعت اتكلم على المنتج، ما اتحركتش، اللي انا عادي ولد وبطلع اتكلم على اكسسوارز، بقول دي ميزه ايه، دي ينفع تتلبس على ايه، بقول رايي عادي. الموضوع ده كسيلز بيفرق جامد. فاي حد بيبدا بيزنس، سواء بيشتغل في ايه، يطلع يتكلم على المنتج بنفسه عادي. البيرسونال براندنج بنتكلم دلوقتي ان اكتر البراندز الناجحه مدخله البيرسونال براندنج. هتلاقي الشخص نفسه هو اللي بيطلع يتكلم، سواء في المجال الطبي، المجال التجاري، اي مجال. هتلاقي الحاجات اللي سمعت قوي في السنين الاخيره، الشخص نفسه هو اللي بيطلع يتكلم عن الشغل بتاعه. شخصية عمر اللي بتشوفها في الفيديوهات هي نفس الشخصية بتاعت عمر في الحقيقة؟ والله الى حد ما يعني يعني أنا بحب الضحك والهزار وكده، بيبقى في حاجات مجنونه كده، ففي الحقيقه برضه يعني ممكن تبقى اكتر كمان. طب ايه اكتر حاجة عمر بيخاف منها؟ بخاف منها، اه. سؤال مفاجئ ده. اه. والله من الحاجات اللي بتبقى قلق شويه في البيزنس، ومن سلبياتي عامه، ان انا ماليش مكان، يعني انا ماليش بوست.
بسمع دايما البيج الفلانية اتقفلت وعليها عدد متابعين كبير، البيج. فدايما بخاف من الحتة دي، الهاكر والحاجات تتقفل، اعمل حاجة غلط على الانستجرام مثلا، خصوصا ان انا ساعات ببيع ميرور. فاخاف في السايت ده عشان اكل عيشي يعني. فلو الصفحة اتقفلت وانا كمان من السلبيات اللي انا في الماركت ماليش اماكن، باذن الله احاول تبقى قدامي بنقط قوه ليا مش ضعف. فدي من الحتت اللي انا بخاف منها، بقلق يعني، بس بكون شايف اللي هو نصيب يعني، الحمد لله، فربنا يستر ان شاء الله كله هيبقى حلو ان شاء الله. طب بص يا عمر، انا كان قصدي على شخصيتك، ايه اكتر حاجه بتخاف منها عمر كشخصيه؟ بخاف فوبيا وكده ولا؟ ممكن يعني حاجه بتخاف منها، مرتفعات، والله حيوانات، انا المرتفعات بقلق منها شويه، وكان زمان بس تغلبت على الموضوع بصفه كبيره يعني. الكلاب. كنت اتفاعل منها، بس انا من النوع اللي هو ايه، لا انا كنت بخاف من الكلاب. امشي في شارع فيه كلاب بلدي كتير وتلاقيني في معظم التجارب بجري وهما بيجروا ورايا، بس يعني لا، كسرتها الحمد لله يعني. حاولت جريت كتير لغايه ما كده كان مكان بعرض فيه، مكان شغلي. كنت زمان يعني اسمه بوليفار، بعرض فيه زمان وانا في اعدادي تقريبا. فالشارع بتاعه فيه كلاب يعني، انا فاكر. فقلت لا، انا هكسر. دايما بلف لفه طويله عشان ما اقابلهمش، هكسر وافضل بكمل في الشارع ده. بكمل في الشارع، ولازم ايه يعني. فماشي انا بالظبط، انا ماشي وببص يمين كده على الكلاب، انا عارف مكانهم، انا حافظهم. لقيت اللي هو الصوت بتاعنا على شمالي، ببص كده، انا مع خلاص بقى كله اتضخ في الدم، جريت. انا فاكر مكان الشغل كان حتى ناس واقفه بره، كام بنت. دخلت وانا بجري عليهم والكلاب ورايا، ودخل انا وهم المكان جري اصلا بس فالفوبيا زادت، بس مره في مره ابتديت بقى بالانواع الجولدن والكلام ده، فالدنيا هدت يعني. عمر، انا عارف ان انت بتحب تسمع الناس، وفي اوقات كتير ممكن يكون حد بيفكر ان هو شايفك شاب صغير بقى، وحابب ان هو يعني زي ما بيقولوا ايه، انا هنصحه بقى واقول له وبتاع. احكي لي، حد قبل كده قعد معاك وينصحك ويتكلم معاك ويبدأ يشرح لك في تفاصيل نصيحته قوي، وانت سبته يكمل حكايته، في الاخر انت قايم مقرر انك مش هتعمل كل اللي قال عليه؟ والله بتحصل كتير يعني، الموضوع ده وبتسيبه يكمل عادي؟ بيكرر كتير، وانا مش هقطعه اكيد، بس بيكرر كتير، بس انا من النوع اللي بحب اسمع يعني. بس يعني بتبقى في دماغك ايه، انت اوريدي بتبقى مقرر اللي هو انا مش هزعلك، بس كمل. ان شاء الله كده. طب بيبقى باين على وشك يعني؟ هل انت وشك معبر لدرجه ان انت بيبان عليه، ولا انت ما لا يعني بسمعه بصراحة، وساعات انا بستفاد انا عامة في القرارات اللي باخدها. بسمع يعني، ممكن اكلم حد صاحب مثلا حاجة مر بتجربة معينة، دايما بيقول لك اسأل الناس اللي خلاص اللي هي عملت المهمة. فممكن اكلم حد استفسر عن حاجة معينة. السيستم بتاعي، البروسيس بتاعت الاوردر بتاخد تقريبا 4 مراحل، عشان الاوردر من اول لما بيطلب من الويب سايت لحد ما بيبقى مع شركة الشحن 4 مراحل. في المراحل دي والسيستم نفسه، انا ممكن عملت ميتنج مع 11 شركة مثلا. كل شركة بسمع منها كويس قوي، ومتأكد ان هي كل حاجة يعني كل شركة بتميزها نقطة معينة، بسجلها وفي الاخر كاستمايز السيستم بتاعي. فموضوع اللي انت تسمع ده من ضمن نقاط القوة اللي ممكن تفيدك قدام قوي يعني. في قرارات كتير بتبقى سهل علينا ان احنا ناخدها ونبدأ نتعامل فيها، وفي قرارات بتبقى صعبة جدا. ممكن تكون انت في حياتك يمكن لسه ما اخدتش قرارات صعبة كتير، بس ممكن تكون اخدت قرارات صعبة او بتفكر في قرارات صعبة. هل في قرار صعب انت بتفكر فيه او عملته بالفعل؟ هو انا بفكر ان انا انقل القاهرة بكل الورشة تبقى في القاهرة، وبإذن الله نفتح فرع في القاهرة. بس ده بصفتي شخص بورسعيدي بيحب الروقان وكده، فعشت القاهرة مش بتنفع معايا خالص. مش هتقدر تبعد عن البحر. مش هقدر. الروقان البورسعيدية ده لا. فده من القرارات اللي أنا لازم أعملها، بس بسوف فيها. عشان طبعا القاهرة حياة عملية أكتر، تشحن لو بشحن لكل مصر من محافظة رئيسية طبعا أسهل، فرص اكتر بكتير يعني. والسوق اكبر، انت شايف؟ سوق اكبر طبعا، فانت هتوصل اسرع، فبالتالي بالنسبه لك الشغل هيبقى افضل. الانتاجيه اكتر. بس طبعا انت عشان لسه قرار صعب عليك، فانت اكيد بتدرسه انا بسوي فيه، بس هو 100% المصلحه اللي انا ابقى هناك اكيد. اكيد طبعا.
انا عارف ان في حاجات كتير في التعامل مع البنات، خصوصا بقى الايه الاكسسوارز والحاجات دي والطلب وهنروح امتى وهتجيب لي الحاجه امتى، والحاجات دي بيبقى فيها شويه حاجات غريبه كده. ايه اللي حصل لك؟ احكي لي كده الدنيا. يعني بواجه دايما ازمه مع المامز في اول الصيف والكلام ده، تمارين السباحه. انا مالك انا بتمارين مالك السباحه؟ في تمارين السباحه. انا والمندوب وشركه الشحن مالنا، ما فيش حد عادي. ليه اشمعنى بيبقوا عايزين يعني ممكن مثلا محاوله تسليم، كل كلاينت بيبقى ليه عدد محاولات تسليم. مندوب بيطلع بيحاول يسلمها، يرجع بيها، يطلع. ففي كلاينت كانت طالبه واوردر محترم وكبير، كل شويه يقول لي العميله تهرب بعد تحديد الموعد. فطلع الموضوع كله مربوط بتمارين السباحه بتاعت ابنها. تقول لي معلش اصل انا بدربه مش عارف ايه. طب المندوب يجي لها لا اصل هو تمرين السكواش بتاعه ايه. فبدات اعاني يعني في الموضوع ده، فدي معلقه معايا جدا. يعني انت حياتك اول الصيف لسه تمرين حياتك وفلوسك كلها واقفه على تمرين السباحه. هينزل البسين امتى؟ طب ما انت كنت يعني لو حاجه زي دي روح انت سلمه. المشكله اللي في كول سنتر بتكلم وتاكد احنا محاولات التسليم هتبقى خلال ال3 ايام دول. لا انسى بقى كل ده، احنا سبت وحد واربع سوا غير الكابتن. لا انا مالي، انا مجموعه اصل ما يا فندم عايزين نسلم مندوب عند الباب، ما فيش الكلام ده. فبيحصل بقى كل شويه حاجه شبه كده. يعني انت كان قصتك لا. طب انت كنت ممكن تروح تنزل تمرين مع الولاد تمرنه وانت بتدي لها الاوردر يعني. والله كان نفسي اوصل لها باي طريقه، بس يعني الواد ما شاء الله بياضي. طب سلمته في الاخر الاوردر ولا عملت لا رجع مرتجع عشان هي المواعيد كانت صعبه، كان مواعيد معينه. وده من ضمن اسباب المرتجعات عندنا، الكلاين ما يبقاش عنده وعي كافي ان المندوب ده ليه خط سير وليه مش عارف ايه وكده، فيأجل معاه في مره مندوب خلاص الاوردر بيرجع، نلبس احنا بقى فلوس الشحن عشان الواد دي يبلبط عشان تمرين السباحه. طب احكي لي كده الدليفريه اللي معاك بقى. انت بتتعامل مع شركات شحن. ايه المواقف بتاعت الشباب بقى يعني حد كلمك قبل كده قال لك انتوا بعتين لي بتاع شحن عمل مش عارف ايه، او قال لي ان هو تحت البيت ونزلت ما لقيتوش مثلا؟ المناديب يعني من ضمن الشكاوي. كان في واحده بتقول لي لا انا بعمل الاكل انا مش فاضي انزل، وهي مش عارف الدور التاسع والمدرسه دي يطلع وقت اللي هو قطع النور. فكان في حوار من الحاجات دي. لا طب يا فندم المندوب ما ينفعش يطلع لحضرتك الدور التاسع يعني. تقول لي لا ما انا بعمل اكل لجوزي انا مش عارف انزل له. ففي حاجات المشكله اللي هم انا رقمي بيبقى على البوليصه، فبيدخلوني معاهم في المشكله يعني بقى في البيت بقى فرد من العيله. فمشاكل الشحن بصراحه يعني بفكر افتح فرع بجد بسبب مشاكل الشحن والمرتجعات. هي بتبقى الوحيده مسرحيه. يعني انت كل يوم انا بصحى اللي هو بقى ايه النهارده هنشوف حوار جديد كل يوم. من ضمن المواقف لما بدأنا بقى حته البيزنس جاب اللي بحكي لك عليها، وان الناس متعوده على دهب ونقت اكسسوارز، فبدأت اسمع ده اول اوردر اكسسوارز ليا. بتبسط جدا طبعا اللي هم وثقوا في حاجه وتارجت اودينس جديد. بس في مرتجع جالي، انا دايما بتجنني حاجه واحده، مرتجع رافض عند المعين. يعني ده معناه ان الكلاينت شاف الحاجه وقال ايه القرف ده وقام يرجعها. بس ده اللي بتخيله بجد. فعلى طول ما بستناش كول سنتر يكلمها واشوف الموقف، على طول بكلمها ولا لها معلش حضرتك انا جالي ان حضرتك رفضتي الاوردر بعد المعاينه، كنت عايز اعرف بس المشكله عشان تحسن. قالت لي هو انا بس متعوده في الذهب الانسيال يقفل بالظبط، القفل يبقى قافل على الانسيال بالظبط. قالت لي هو اخد حبه في التطويله الحلقات. فانا حسيت ان شكله فالصو جدا. فبدات اللي هو ادرك ان انا بتعامل مع يعني فئه جديده خالص. بس بدات اخد بالي يعني باخد الحاجات ايجابيه، بدات اركز في الذهب اقفلها ازاي بتاع، بحيث لو انا في طبعا الفاريتي كتيره بس في حاجات ساعات انا بكون طالب تصنيعها موديلات قليله ربنا يكرم تصنع كل حاجه، لا القفل لازم يبقى بكيرف معين لازم مش عارف ايه. بدات اخد بالي بقى من الحاجات عشان تبقى شبه الذهب قوي، عشان بقينا بنتعامل مع بس انت طبعا ما كنتش متخيل ان مرتجع وعشان حته قفل وبتاع اللي هو انت مرتجع عشان هي بس اخذت حته من التطويله، وانسيالات الذهب ما فيهاش التطويله بتاعت الاكسسوارز دي مثلا. فحاجات فبقيت قاعد بتضحك اللي هو في ديتيلز انت انا ما عرفتش ارد انا في الحاجات دي. تمام فاهم وخلاص يعني خلاص، ولبست ثمن الشحن والحمد لله مسطوره الحمد لله. طبعا عشان تكون انت دماغك حلوه وتعرف تشتغل في البيزنس، اكيد وانت صغير كنت بتلعب اي رياضه. كنت بتلعب ايه وانت صغير؟ انا اكتر رياضه لعبتها باسكت بول.
باسكت بول شايف ان هي محتاجه متطلبات مختلفه شويه. بنية قدامك طول بعرض الحمد لله. كنت ما شاء الله متميز بيه. متميز بايه؟ في الباسكت كنت متميز جدا. ايوه كنت متميز في دايما الباسكت ولا أسافر- متميز بالبنيه؟ ان انت البنية جسمك الاتنين. طويل كنت دايما وعريض. اسافر مع الفرقه توصل وكده. هم كانوا شايفين انا ما إن كنتش بلعب بس كنت بسافر يعني كان دايما كان دمك كان- خفيف مع المجموعه فكانوا بياخدوك كان دايما عشان ممكن. عشان بس تتبسط في كنت اللعب. مهاري يعني مهاري. معرفة ايه في الضحك يعني ولا تسخين ممكن مش عارف. سخن حلو معاهم. لا كنت بتجري وتجريهم حماسي. وراك او حاجه؟ كان دنيا. لا كنت بلعب باسكت بجد 7 8 سنين باين. قعدت كتير لعبت كوره. انا اشول حلو. ميسي في الملعب. ميسي زي الباسكت. ميسي بس انا كنت ايمن في الباسكت بس في الكوره اشول. عملتها ازاي بس الاثنين ازاي؟ لا مختلف من صغري يعني. طب قعدت كام سنه هنا وكام سنه هنا؟ لا في الكوره قعدت شهرين. طردوني بقى صعدوني. الفتره الصيفيه خلصت قالوا خلاص. في الباسكت خلاص كان اخويا برضه بيلعب باسكت يعني بس طولت شويه في الباسكت. استعملوني شويه. عشان كان عندك واسطه فيعني كنت يعني بتفكرهم باخوك. الحمد لله. عمر موقف عمرك ما هتنساه عن اللدغه؟ لدغه. انا افتكر ان انا خلصت ثالثه ثانوي وبتاع فقدمت حربيه. كان صحابي كانت زيطه بصراحه. الميكروباص كان فاضل واحد فقمت حالق وقمت راكب فيه وكملت شويه. وكان في الاختبار بتاع اللدغه نلدغ اصلا فاللي هو ازاي انت مقدم حربيه في خطه الطيران ترشحت طيار. فقال لي دخلت انت عارف يعني ازاي احنا كلنا بنبقى قلعين كده لابسين سليب ابيض. فواقف في الطابور واحد ورا واحد بيعدي. فاللي هو ايه قال لي قول اسمك 44 66. فقلت اسمي. قلت اسمي 44 66 لقط. هي عندي خفيفه بس هو لقط. قال لي خد تعالى 44. قال لي قول 4 قلت له 4. قال لي 4 قلت له 4. فكسر يفوق قال لي لا. فاما قال لي قول امر امير الامراء بحرف الصحراء كده بالظبط. قلت له امر امير الامراء. فاللي هو اللي بعده فقمت خارج بالسليب الابيض طبعا مرفوض وبسليب ابيض ملط. بجد احساس وحش جدا بجد. اول ما اتحط فيه قمت عادي ماشي. كان كارت باين اسمه كارت التردد باين قمت اخده في السليب. بجد. فبس ده موقف اكيد مش هنساه ولا حد هينساه من اللي بيتفرج في الفيديو يعني. مشوار البيزنس بتاعك بنعتبره سلم. انت فين في السلم ده؟ في اوله في نصه في اخره؟ شايف نفسك فين؟ سلمك كام يعني لو من يعني لو 10 سلمات مثلا نقول اني. والله انا مش عارف. انا بحبط نفسي دايما في الحته دي بس انا دايما مهما حققت حاجه بحس ان انا عادي. مش يعني ممكن نقول في السلمه التانية. هل ده علشان تحمس نفسك ان انت لسه بدري فتقدر ممكن عندي اكتر؟ طمع في النجاح اكتر. ممكن بشوف بنظره سلبيه شويه. انا بقالي 10 سنين فلو حد مكاني برضه قعد 10 سنين يعمل نفس الحاجه تعالي ممكن يوصل اكثر من كده بكتير. مش بصراحه انا من ضمن الحاجات حتى اللي قلتها لمحمود لما جيت هنا اسجل قلت له مش شايف نفسي محقق نجاح اصلا. فما كنتش حابب ان انا اسجل في الاول عشان فعلا مش شايف انا محقق نجاح خالص. بس يعني تجربه وباذن الله نحقق. بس اظن بعد ما اتكلمنا حسيت ان انت يعني طلعت حاجات كتير احنا اتكلمنا يعني فيها فعلا كانت تستاهل ان احنا نقول ان ده نجاح. يعني ممكن بما ان النجاح درجات فانت اكيد في جزء من هي الاجزاء. ممكن باذن الله اللي جاي اكتر بكتير. ربنا يوفق باذن الله اللي جاي نكسر الدنيا باذن الله ونشوف كده في الجزء الثاني من بي تي اس بودكاست. يعني هيكون طبعا في مكان تاني وهيكون باذن الله نكسر الدنيا سوا يعني. اكيد ان شاء الله طبعا. وانت هتبقى في مكان احسن بكتير وتبقى عامل انجازات اكبر نقدر بقى نتكلم منها. نشوف بقى النجاح اللي بجد. اصبر عليا. شفت ازاي؟ اهم حاجه تتفائل بقى. باذن الله اللي جاي باذن الله كله خير وخطوات حاططها في البلان بتاعتي. الموضوع بقى منظم اكتر. الشغل اصلا قبل 20 وقبل الجامعه غير بعد الجامعه. الاحتكاك بالناس ربنا كمان. انا مقتنع بان كل حاجه مرحله عشان ما افضلش اندم نفسي ليه ما وصلتش للمرحله الفلانيه. كل حاجه ربنا مختارها لينا اللي هي مراحل. انا مرحلتي دلوقتي ربنا مسخر لي اللي انا ابقى في كده. قدام باذن الله ربنا يوفقني اكتر وابقى في مكانه احسن بكتير اكتر من اللي انا بتمناه باذن الله. فالموضوع كله توفيق من عند ربنا.
نسال دايما ربنا التوفيق. اكيد طبعا، وان شاء الله يعني زي ما قلت لك كده الايام الجايه نسمع حياه احسن ونستفيد جدا لما نقعد معاك في الجزء الثاني من بيت ايس بودكاست ونلاقي ان في نجاحات تمت، وانت نفسك هتبدا تقول لي بقى لا انا شفت الحلقه بقى اللي هي الاولانيه دي وانا كنت متخيل ان انا بقول كلام والحقيقه الحمد لله بقى طلعت احسن من اللي انا كنت متخيله ونفسي فيه. يا رب يا رب احنا باذن الله نكسر الدنيا سوا. مبسوط ان انا كنت معاك يا عمر، واكيد ان شاء الله الايام الجايه تبقى فيها نجاحات ليك، ونتمنى لك وندعو لك كده بكل حاجه حلوه. ما تحبش ماما. انا عارف ان انا ابوظ الحلقه دي، مش عارف جبتوني ليه. ايه ده بس؟ مين اللي كاتب الاسئله دي؟ مين؟ ممكن اتعصب عليه جامد، اتعصب ابهدله. شو قلنا نجيب جدعان مذيع يا جدعان بجد. انا ناسي الفيديو. ناسي والله. الفيديو كان ايه؟ عملت ايه والله؟